السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محل شيخ العطارين، قناة العشاب الصغير. النهاردة هنعمل خلطة الشاورما بثلاث طرق. الشاورما اللي هي الفراخ، الشاورما اللحمة، وهنعمل الشاورما السوري، وهنقول إيه الفروق اللي هي ما بين الشاورما العادية والشاورما السوري. إيه الفرق بين بهارات الشاورما الفراخ واللي هيتضاف وإيه اللي هينقص ما بين الاتنين. تعالوا نشتغل على طول، ما نضيعش وقت ونقول بسم الله. الشاورما الفراخ، اول حاجه الكمون البلدي، الكزبره، فلفل الاسود، الفلفل الابيض. لو احنا عايزين نستغنى عن الفلفل الاسود في الخلطه بتاعه الشاورما مفيش مشاكل. عايزين نحط الاثنين، فلفل ابيض وفلفل اسود، برضو يبقى حاجه كويسه، بس الابيض بيبقى احسن. الثوم الشرايح، البصل، انا بعمل كميه قليله عشان انا هرجع لسه اعمل تاني بهارات الشاورما اللحمه. الزعتر، في بقى هنا خليك معايا كده لو سمحت. دي القرنفل، او ده القرنفل المسمار. في بيتحط بداله، يعني القرنفل المسمار ساعات يعني لما بيتطحن بيبقى له لذعه، ريحته بتبقى نفاذه قوي ولذعه. لو احنا عايزين نستغنى عنه او ناخد الريحه بس من غير اللذعه، في حاجه اسمها عود قرنفل. عود القرنفل ده بالشكل ده، هو ملوش اي قيمه ولا معنى ولا شكل ولا اي حاجه، غير ان هو بيديني ريحه القرنفل فقط، ورخيص الثمن. فلما بيتحط في الكلفه بتاعه البهارات او خلطه البهارات، بيدي معايا وزن زياده وشكل زياده ولون هيصه كده على الفاضي يعني، بس بيديني الريحه بتاعه القرنفل، لكن هو ملوش اي علاقه. من الاخر هو ده اللي بنغش بيه القرنفل المطحون. جبنا كده من الاخر. كده معايا القرنفل. نروح معايا بابريكا، اسف، اللي هناخد الكركم الاول. الكركم، بعدين ادى البابريكا، الزنجبيل، اساسي معايا طبعا، والقرفه. حاطين كله نواعم على اساس ان الموضوع يعني ايه خفيف، لما نيجي نحطه في المطحنه ما ياثرش معايا قوي. كده هيتبقى معايا الملح، الليمون، علشان يدي معايا سنه المزازه، ودي هنرشها بعد الطحن. ولو احنا هنحط تقريبا من 1% ل 2% 3% اقصى حاجه على الكميه دي، هتبقى ملح صيني علشان التست بتاعها العالي. دي هنحطها لوحدها اهي، اهي خالص خالص. يلا بقى نطحن ونشوف الشاورما بعد الطحن، ونرجع نعمل شاورما اللحمه. ورجعنا مره تانية بقى عشان نعمل بهارات الشاورما اللحمه، ونشوف التكات والاختلافات البسيطه ما بين الاثنين. وفي وسط الشغل هنقول ايه الاختلاف البسيط ما بين الشاورما المصري والشاورما السوري. من الاول، ادى كمون البلدي. احفظوا بقى معانا، احنا ما عدناش عايزين نشتغل الفيديوهات، عايزين نحفظ كل خلطه بتاخد ايه وما بتاخدش ايه. الكزبره، فلفل الاسود، ولو الافضل يكون ابيض،
مفيش ابيض مش هيقول لا، يعني خلاص ما هقول والله ما انا شغال شاورما، هيشتغل. ادي الابيض، البابريكا، الثوم والبصل طبعا. ادي البصل، وادي الثوم، الزنجبيل، والقرفه، وعود القرنفل، او القرنفل اذا كان القرنفل نفسه متاح، واذا كان عود القرنفل متاح. طيب تعالوا بقى نروح للاختلافات. بالنسبه للاختلافات، احنا كده دي بالنسبه لنا هي بتاعه بهارات الفراخ الشاورما، مع الاختلاف ان انا شلت الزعتر وشلت الكركم. طيب هضيف ايه بقى؟ هضيف في اللحمه، هضيف كبابه صيني، وهضيف حبيتين جوز الطيب، وهضيف شداد القوى اللي احنا متعودين عليه، الخلنجان. لحمه من غير خلنجان ما تنفعش. يبقى انا كده شلت الكركم وشلت الزعتر، زودت كبابه صيني وجوز الطيب وخلنجان. ممكن اضيف شويه روزماري لو انا ليا مزاج، او موجودين او متاحين ماشي، مش متاحين خلاص مش عاوزين. طيب انا كده خلصت، عرفت المكونين، عرفت اللحمه فيها ايه والفراخ فيه ايه، الاختلافات ما بينهم خلاص خلصت. طيب ايه الاختلاف بقى بين اللحمه في اللحمه السوري، اسف، في الشاورما السوري؟ ده اللي هنعرفه بعد الطحن. تعالوا نطحن ونقول المكونات بتاعتنا. ورجعنا بقى علشان نعمل الطحن. ده العود القرنفل اهو، تنضيف منه شويه، اي حشو حاجه ببلاش، مش غرمانين حاجه. نطحن. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيه واحده نلبس كلافز علشان خاطر نعرف نعبي البهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. في اختلاف جامد، في اختلاف بجد، الريحه مختلفه. انا هوريكم دلوقتي حالا بهارات الشاورما اللي احنا بنشتريها شكلها عامل ازاي اهي. اهي مختلف اختلاف كل وجزئي. محتاجين بس احنا هناخد شويه ملح صيني، الرشه البسيطه اهي، يعني قيمه معلقه كبيره اهي اهي. وممكن استغنى عنها لو انا عاوز احط سنه ملح، الليمون، الاتنين مع بعض حاجه منهم مش هتفرق كتير. خلاص خلصنا دي. ادي كده بهارات شاورما اللحمه، دي كده بهارات بتاعه الشاورما الفراخ اهي. نطحن ونشوف شكلها هي كمان هتبقى طالعه عامله ازاي. دي كده اهو شاورما الفراخ، ان شاء الله الله اكبر. الريحه الوحيده بتتكلم لوحدها. زي ما احنا قلنا بهارات الشاورما الفراخ، ودي الشاورما اللحمه. انا سبت التركه لاخر الفيديو. البهارات الشاورما السوري بتحتاج مستكه يوناني، وبتحتاج محلب. هم دول الفرق البسيط، هم ما بيحتاجوش كميات كبيره،
ولكن في الطعم بيختلف اختلاف ما بين الشمال واليمين خالص، ده حاجه وده حاجه. دي التركه بتاعت السوري. طيب بهارات الشاورما التركه فيها علشان تعمليها زي الفل وتطلع معاكي زي اللي هي بتيجي من على السيخ في المطاعم، معلقه الخردل. معلقه الخردل بتطحن مع البهارات اللي احنا بنقول عليها، بتدي معايا سنه مزازه، وبتديني اللون مع سنه مراره بسيطه كده، بتخلي بهارات الشاورما مختلف اختلاف كل جزء عن بتاعه الفراخ. طيب انا المفروض علشان خاطر اظبط الدنيا دي يبقى لازم اكون واخد المقادير بالظبط. تخيل كده ما عادش في اي حاجه ممكن نقولها، يعني قلنا كل الحاجه، حرقنا كل المحلات. يلا الله يسهل له. نشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله تعالى. ما تنسوش تعملوا لايك وشير يعني على اوسع النطاق على قد ما تقدروا. المحل بتاعنا جمصه الاهليه، اول شارع البريد. نشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.